لو العالم كله اجتمع على رأي واحد مختلف عن رأيك، تفتكر ده ممكن يغير رأيك؟ في الخمسينات عملوا تجربة، جابوا مجموعة من المتطوعين وعرضوا عليهم لوحة فيها 3 خطوط. الخط الأول طوله 20 سنتي، والخط الثاني طوله 30 سنتي، والخط الثالث طوله 40 سنتي. وجابوا مجموعة تانية من الممثلين ودخلوهم وسط المتطوعين. وبعد كده خدوا 10 أشخاص، 9 من الممثلين وواحد بس من المتطوعين، من غير ما يعرف إن التسعة اللي معاه ممثلين. وعرضوا عليهم اللوحة وسألوهم إيه أطول خط في اللوحة. التسعة ممثلين أجمعوا كلهم إن الخط اللي طوله 30 سنتي هو الخط الأطول. تفتكر بقى كانت إيه النتيجة؟ النتيجة إن أغلب المتطوعين غيروا رأيهم وقالوا إن الخط اللي طوله 30 سنتي هو أطول خط. اللي حصل ده بيحصل كل يوم على السوشيال ميديا. ترند بيخلينا نتعاطف مع أشخاص، وترند تاني بيخلينا نهاجم أشخاص تانية. بوستات وكومنتات بتخلينا ندعم فكرة، مكان، مطعم، أشخاص، وبوستات تانية بتخلينا نهاجم أشخاص تانية. الخوف مش إن رأيك يكون غلط، الخوف إن صوتك يتوه وسط الزحمة. لو لقيت نفسك في يوم من الأيام ماشي ورا القطيع، اقف مع نفسك ثانية واسأل نفسك سؤال: هو ده صوتي فعلا ولا ده صدى صوت لناس تانية؟